أصدقائي وأعزائي المشاهدين، أهلا بكم. أزمة بين النادي الأهلي ومنتخب فلسطين بسبب أسامة أبو علي، وصمت بيراميدز المرة الثانية من المحكمة الدولية الرياضية. خليكم معانا عشان تتابعوا التفاصيل. الأزمة بين النادي الأهلي ومنتخب فلسطين بدأت لما أعلن منتخب فلسطين قائمة اللاعبين المشاركين في التوقف الدولي القادم، واللي هيخوض فيها منتخب فلسطين مباراتين في تصفيات كأس العالم بآسيا، أمام الكويت يوم 5/6 وأمام عمان يوم 10/6، وكان أسامة أبو علي على رأس هذه القائمة. النادي الأهلي كان أرسل خطاب رسمي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيطلب فيه إعفاء أسامة أبو علي من المشاركة مع منتخب فلسطين في المباراتين دول، لكن الاتحاد الفلسطيني رفض طلب النادي الأهلي بحجة أن المباراتين دول مصيريتين في تصفيات كأس العالم. وبسبب رفض الاتحاد الفلسطيني رجع النادي الأهلي وتقدم بطلب تاني، وهو إعفاء أسامة أبو علي من المباراة التانية فقط أمام عمان يوم 10/6، علشان يقدر وسام يكون موجود مع النادي الأهلي في المباراة الودية أمام باتشوكا يوم 8/6، وكذلك المشاركة في المباراة الأولى للنادي الأهلي في كأس العالم أمام إنتر ميامي يوم 15/6. لكن الاتحاد الفلسطيني تجاهل طلبات النادي الأهلي وأعلن قائمة المنتخب الفلسطيني المشارك في المباراتين، وكان من ضمنهم على رأسهم أسامة أبو علي. وبالتالي فإن أسامة أبو علي هيغيب عن مباراة الأهلي أمام باتشوكا يوم 8/6، وهيغيب عن النادي الأهلي لحد يوم 10/6، وده قد يكون سبب رئيسي في عدم مشاركة أسامة أبو علي مع النادي الأهلي أمام إنتر ميامي 15/6، لأن إذا شارك أسامة أبو علي مع منتخب فلسطين يوم 10/6 أمام عمان فمن الغالب لن يستطيع الوصول إلى أمريكا قبل يوم 12/6، وبالتالي هتكون مشاركة أسامة أبو علي أمام إنتر ميامي يوم 15/6 أمر صعب للغاية. وما زالت الأزمة مستمرة بين منتخب فلسطين والنادي الأهلي حتى الآن، وخلينا نشوف الأيام الجاية هتسفر عن إيه. وقبل ما نروح لصدمة بيراميدز المرة الثانية من المحكمة الرياضية الدولية، سمعنا الصلاة على رسول الله وما تنساش تعمل اشتراك ولايك. المحكمة الرياضية الدولية بتصدم بيراميدز المرة الثانية، وكانت المحكمة سبق وصدمت بيراميدز لما رفض طلبه أول مرة في نظر الدعوة ضد النادي الأهلي بشكل مستعجل، وقررت إن الدعوة هتسير بشكلها الطبيعي. أصدرت المحكمة الرياضية اليوم قرارها الثاني، واللي كان صدمة أكبر لنادي بيراميدز لما المحكمة رفضت طلب بيراميدز من المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة بوقف إعلان بطل الدوري، حتى الفصل في الدعوة المقدمة من نادي بيراميدز بخصم 3 نقاط من النادي الأهلي في نهاية الموسم. ورفضت المحكمة طلب نادي بيراميدز، وبالتالي من حق الرابطة إعلان بطل الدوري المصري في أي وقت. وكمان المحكمة ألزمت نادي بيراميدز بتحمل كافة مصاريف الدعوة، وبناء عليه إذا استطاع النادي الأهلي تحقيق الفوز في مباراة القادم أمام نادي فاركو هيكون النادي الأهلي بطل للدوري المصري رسميا للمرة الثالثة على التوالي والمرة ال45 في تاريخه. ولكن حتى لو فاز النادي الأهلي في هذه المباراة لن يستطيع استلام درع الدوري، لأن رابطة الأندية أعلنت عدم قدرتها على تسليم درع الدوري في هذه المباراة، لأن الأمر يحتاج إلى ترتيبات خاصة. بكده نكون تكلمنا عن أزمة منتخب فلسطين مع النادي الأهلي بشأن أسامة أبو علي، وتكلمنا عن صدمة نادي بيراميدز من المحكمة الرياضية الدولية. وفضلا وليس أمرا، لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل اشتراك ولايك.